صباح النور غزالاتي، احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا رب. وصفه اليوم هي وصفه سريعه في التحضير وتتجي لذيذه ومتكامله، يعني كاع داكشي اللي غادي تحتاجوا فيها موجود، اللي هي عباره عن روز بالخضر وبالطونه وفرجه ممتعه. غادي نديروا الكاس ديال الروز، غادي نسلقوه بعد ما غسلناه، غادي نسلقوه في الماء المغسل بورقه سيدنا موسى وشويه ديال البزار وشويه ديال الملح. بالنسبه للخضر هنايا عندي جوج ديال الخضره، عندي هنايا حبه فلفل وحده وحبه ديال جزره تكون كبيره، قطعتهم على هذا الشكل. هذا دوزتهم قطعتهم بواحد الموس رقيق، وهذا دوزته في واحد الموس ديال ديك الخاص بهذا الشكل ديال التقطاع. غادي نشحرهم غير مليحه وزويته. بقاو معايا ترجع نكمل معكم باقي المراحل الاخرى. غادي نضيف قطعتين ديال الفلفل الحار، قطعتهم دوائر على هذا الشكل، وغادي نكمل العمليه ديال الطهي. غادي نزيد الزعتر، وغادي نزيد السيبولات، شويه ديال السيبولات، وغادي نزيد علبه ديال الثوم. كيف ما عرفتوا انني ما استعملتش الزيت بزاف في الاول، غير شي تقريبا جهد معلقه صغيره. دابا غادي هاد الزيت ما غاديش نضيعو، غادي نخدم به هو نيت هاد الروز. دابا غادي نضيف الروز ونخلي العناصر نخلطهم، ونخلي العناصر تشرب شويه، شي مده 2 دقائق. استعمل بالاحسن ليا. غنخلطهم ونرجع نوريكم الطبق النهائي، الشكل ديال الطبق النهائي ديالنا كيفاش غادي ننزلو. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا، سهل وسريع وخفيف ظريف، دغيا تيوجد في دقائق. ممكن تعتمدوه كوجبه عشاء خفيفه، يعني سهله في التحضير، او كمقبل ترافقوا به الاطباق الرئيسيه في اقتراح غداء او في عشاء، علاش لا. نتمنى هذا الطبق ديال اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا انني زينته بقطع الليمون. نتمنى انه يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وغادي نقول لكم دمتم في راحه الله، والى نكهه قادمه باذن الله.